تعتبر صناعة السكر من أقدم الصناعات التي عرفها المغرب، وقد ازدهرت بشكل خاص في مدينة تارودانت خلال فترة حكم السعديين. على الرغم من صعوبة تحديد تاريخ دقيق لبداية هذه الصناعة، فإنها يمكن أن تعزى إلى أقل تقدير للقرن الثامن الميلادي، لكن ذروتها الحقيقية كانت في القرن السادس عشر. وقد أسس السعديون مصانع للسكر في عدة مناطق بالمغرب، بما في ذلك سبتة، طنجة، مراكش، الصويرة وحوض سوس. لكن حوض واد سوس كان يعد المركز الرئيسي لإنتاج السكر، حيث أصبحت مدينة تارودانت بمثابة عاصمة عالمية لإنتاج السكر في تلك الفترة. في ذلك الوقت كان المغرب أحد أبرز منتجي السكر في العالم، وقد تزامن هذا الازدهار مع الحروب المغربية ضد البرتغاليين والإسبان والعثمانيين الذين كانوا يتوسعون في اتجاه إفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية. بفضل ازدهار صناعة السكر، أصبحت تارودانت مركزاً اقتصادياً هاماً، مما دفع السلطان السعدي المتوكل إلى نقل عاصمته إلى هذه المدينة، نظراً لغناها وثراءها الذي تحقق من خلال هذه الصناعة وإنتاج السكر وتصديره إلى مختلف أنحاء العالم. شرف حضور متخصص في التراث الثانية بدعوة من السيد رئيس جامعة تزبوش، وبدعوة كذلك من السيد المحافظ الجهوي للتراث لجنة في هذا اليوم الذي يطرح فيه هذه الندوة التي تطرح مجلس التراث المحلي وسوق التنمية. أولا بعد عنها. ولما هذا الإصرار والعناد؟ لأنها جزء لا يتجزأ من هويتنا، إنها كياننا الثقافي، فلما ننساها بالأحرى ينسونها؟ ربما هي التي نسيتهم. صحيح هذا، ولكن متوترة وغاضبة. كيف لا أتوتر وهذه المعلمة الشامخة مهملة فضلا عن كلامك الفارغ، وكأنها جبل التوبات. ماذا قلت؟ جبل التوبات لأول